ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير. حبيت ان انا اعمل لك الفيديو ده واقول لك ان انتي وحشاني جدا 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 جدا، وان انا بحبك جدا جدا جدا، وان انا محظوظ ان انتي امي. بجد والله صحيح. ان انا محظوظ ان انتي امي يعني. وحبيت ان انا اشكرك قبل اي حاجه على كل حاجه كنت بتعمليها معايا، على مساندتك الكبيره قوي ليا، وعلى دعمك. انت كنت سبورت بالنسبه لي جامد جامد جدا، وكنت باخد الطاقه منك والله. حتى وانا يائس في معظم تعبي كنت بتقفي جنبي وبتسانديني، وكنت بتعمل كل حاجه كويسه. فحبيت ان انا اشكرك واقول لك شكرا من كل قلبي والله. انا بس عايز اقول لك ملحوظه صغيره بس كده، ايه ملحوظه تفرحك بيها يعني. انا عارف ان انت حاسه بيها، بس انا عايز اقولها لك ببقي. الحمد لله انا دلوقتي بقيت في تانية جامعه. اه والله زي ما بقول لك كده، الحمد لله بفضل ربنا. ان انا الحمد لله بقيت في تانية جامعه. كان نفسي تكوني معايا في الجامعه، بس ده طبعا قدر ربنا، مش هقدر عليه اقول اي حاجه. زي ما كنت معايا في كل مراحل عمري كان نفسي تكوني معايا في الجامعه، بس الحمد لله النصيب يعني. حتى لسه فاكر اخر جمله قلتها لي، قلت لي يا مازن لما كنت رايحه المستشفى، قلت لي يا مازن انا اللي راجعه تاني ما تقلقش. وكنت واثق 100% ان انت ممكن ترجعي، بس طبعا النصيب ربنا ما بيعملش حاجه وحشه. واكيد ربنا شايل لك بيت جميل في الجنه، وشايل لك قصر، مش بيت كمان، شايل لك قصر بسبب اللي انت كنت بتعمليه معايا. انت فعلا كنت احسن ام في مصر. وعمرك عمري ما انسى. اوعى تفتكري يا ماما ان انا ممكن اقدر انساكي، لا انت على طول معايا، وعلى طول معايا في احلامي، وعلى طول معايا في ذهني. الحمد لله. وحبيت ان انا اقول لك شفت يا ماما، كبرت اهو دلوقتي، بقى عندي دقن ومظبط الدنيا يعني الحمد لله. وان شاء الله بقى احسن كتير من اللي انت كنت عايزاه. وان شاء الله احقق لك امنيتك، وان شاء الله اجيلك قريب بقى وانا ماشي، ان شاء الله على رجلي كده اجيلك ان شاء الله، واقول لك يا ماما شفتي انا جايلك وانا ماشي ان شاء الله. اسالكم الدعاء لمامتي، ربنا يرحمك يا ماما، وانا بحبك جدا ومش هقدر انساكي.